السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في قناتي وقناتكم منوعات عمران. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وسنة سعيدة، الله يجعلها تدخل عليكم بالصحة والهنا وباش ما تمنيتو يا سيدي يا ربي. بغيت نشارك معكم واحد الطورطة اللي هي بسيطة واقتصادية، ما كتاخدش معنا واحد التكلفة اللي هي كتيرة. يعني حضرتها بسيطة بسيطة جدا جدا جدا. وضعت فيها 10 دراهم ديال اللوز كونكاسي. كيف ما كتشوفوا معايا جبت هولالا، يعني 200 غرام ديال الهولالا كيف ما كتشوفوا معايا. صافي درت ديك النكهه ديال لاكاناج اللي عملته فوق النكهه ديال الفراوله كيف ما كتشوفوا معايا، يعني تزيين بسيط. وعملت فيها سنه سعيده زوجي احمد كيف ما كتشوفوا معايا. يعني كيف ما كتشوفوا معايا تزيين بسيط. وما شاركتش معكم، يعني ديجا عندي الطورطه ديال المقله هذه حضرتها غير في المقله يا اخوتي المشاهدين. يعني ما كنتش صراحه نديرها، وقلت علاش اللي ما نديرش شي طورطه للزوج ديالي نفرحوا بها ونحضر له واحد الطورطه اللي هي تكون من احسن من نشريها شي من الزنقه. يعني انا دائما كنفضل الطورطه نعدلها بيدي على ديال الزنقه. نعرف راسي شنو دايره فيها، قلت علاش لا لي ما نشاركهاش مع خوتي خواتاتي. المهم كما كتشوفوا معايا سنه سعيده زوجي احمد. يعني عملت له قليب هنا، يعني نعملها له ان شاء الله مفاجاه. قلت علاش لا اللي نعمل له شي مفاجاه، يعني شي حاجه بسيطه يخلق بها الانسان السعاده في البيت ديالو. يعني ماشي شي حاجه كبيره، ولكن غير شي حاجه بسيطه كنخلقوا بها السعاده. المهم طلبوا ربي الحبيب يدخل علينا هاد السنه جديده بالصحه والعافيه، وباش ما تمنينا يا سيدي يا ربي لينا ولجميع المسلمين كافة أجمعين يا سيدي يا ربي الحبيب. واللي كيتمنى شي حاجة يا ربي الحبيب يا ربي لحقوا بها يا ربي واللي طلبوا ربي الحبيب يسهل عليكم الأمور ديالكم والأفراح وبالسرور وباش ما تمنيتو وتحقق لكم ربي الأحلام ديالكم. يعني اللي عنده شي حلم طلبوا ربي الحبيب يحققوا له في هذه السنه الجديده اللي دخلت علينا. وكنتمناوها تكون سنه كامله بالفرح والكرم وبالتفاؤل يعني تكون تدخل علينا بالسرور. ونطلبوا ربي الحبيب يا ربي يسعدكم ويسعد جميع المسلمين اجمعين. كيف ما كتشوفوا معايا خوتي وخواتاتي، قلت علاش لا ما نشاركش معكم. حتى انا اي حاجه كنديرها كنشاركها معكم. يعني ما صورتش معكم هاد الطورطه ديجا عندي في القناه ديالي، الطورطه ديال المقله عملتها غير بالمقله كنعملها، ما عملتهاش في الفران، يعني خفيفه. كيف ما كتشوفوا معايا كنت كندير الرغايف، كنطيب الرغايف هنا وكنطيب هنا، كنطيب لاجينواز هنا. يعني لاجينواز طيبته غير في المقله ديال البغرير. يعني المقله ديال البغرير ما بقاتش كتطلع ليا البغرير، ما بقاتش يعني مازال رطبه، وهي ما بقاتش كتجيب لي البغرير ناجح. عملتها صافي، عملتها نقلي فيها البيض وديك الشيء. قلت علاش لا لي ما نحضرش فيها. يعني درتها تجربه، انا ديجا درتها في المقله، يعني المقله كانت باقا عندي جديده، راه في القناه ديالي. يعني دخلوا القناه ديالي غتجبروا عندي الطورطه ديال المقله. قلت علاش اللي ما نجربهاش، والحمد لله صدقت لي وما جبرتش كيفاش ندير نصور معكم، كنت مشغوله. يعني المقادير اللي درت كيف ما كتشوفوا معايا، يعني بيضه وحده عملت فيها 4 ديال الملعقات كبار ديال الزيت، 4 ديال السكر، 4 ديال الدقيق كبارين معمرين ملعقات، يعني 4 وبيضه وحده ونصف كاس ديال الحليب. يعني تقريبا عندي نص كاس ديال الحليب، يعني ماشي عامر، يعني ماشي نص، يعني 4 كاس، يعني تقريبا فيه 5 ديال المعالق ديال الحليب. صافي طربتهم مزيان ووضعتهم وضعت به لاجينواز ديالي، بقيت كنطربهم مزيان حتى كيطلع معايا داكشي.
صافي كيف ما كتشوفوا معايا وسقيتها، عملت السيروم وعملت الحامض، قطعته وعملت صافي عملت الحامض، يعني السيروم ديال الحامض، قطعت حامضه وعملت السكر بحال ديما، وعملت شويه ديال الماء، يعني 4 كاس ديال الماء، وخليتهم كيطبخوا في البوطه مزيان حتى طبخوا حتى طلق ديك اللوغو ديالو الحامض. سقيت به لاجينواز ديالي، يعني راه ديجا عندي في القناه. عملته معاكم. كيف ما كتشوفوا معايا خوتي المشاهدين، كنتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. صافي هذا اللي عملت في الطورطه ديالي. قلت من يعني ما جبرتش كيفاش ندير نصور، مشغوله بحكم الظروف ديالي ما كتسمحليش، بولدي كيقرا، خصك ديه وتجيبيه، يعني كيقرا عندي في واحد الجمعيه ديال القران. الله يسهل على وليداتكم حتى نتوما، ويكونوا ناجحين في الحياه ديالهم يا ربي الحبيب، ويسهل عليهم الامور ديالهم. يعني ما جبرتش كيفاش ندير نصور لكم لا فيديو. يعني نتوما عارفين اخوتي المشاهدين، صعيب فاش تصوروا فيديو، كيجي صعيب شويه، خصك تكوني مخصصه له الوقت ديالو. انا ما كانش عندي الوقت، يعني درت هادشي بالزربه. يعني كيف ما قلت لكم، يد كدير رغايف ويد كتحضر لاجينواز. صافي جبته لالا اللي طربتها حتى هي عندي الميكسور ديالها، يعني طربتها بالباطور حتى هي حتى طلعت، وزينت بها الطورطه ديالي، يعني بسيطه. علاش لا اللي ما نفرحوش وليداتنا ونفرحوا الزوج ديالنا، يعني شي حاجه بسيطه ومتناول الجميع واقتصاديه، يعني ما كتاخذش شي تكلفه اللي هي كثيره. يعني طورطه تقريبا فيها، نقدر نعطيكم العبار ديالها عيني ميزاني، تقدر تكون فيها ديك كيلو ونص. يعني يا خوتي المشاهدين، كيلو ونص راه اللي مشيتي تشريه راه كتباع غاليه دابا في هذا، بالخصوص في هذا راس السنه، وما كتكونش عندهم يعني طريه، يعني يلاه محضره، لا بغيتي تمشي تشريها واجده. يعني الا بغيتي تشريها في الزربه ولا هذه راه كتكون بحال اللي عندهم حامضه، بحال اللي فيها يومين 3 ايام وهي عندهم في المحل. يعني يعني الا كومونديتي عليها تقدر تكون يحضروها لك، ولكن الا مشيتي خرجتي ومشيتي شريتيها راه ما كتكونش طريه. كيف ما كتشوفوا معايا، كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم ويكون خفيف ظريف على قلوبكم. وبسلامه عليكم اخوتي المشاهدين، الى فيديو قادم ان شاء الله مع منوعات ام عمران. وما تنسونيش باللايكات ديالكم وبالبارطاج مع الاهل والاصدقاء باش يعم الفائده للجميع. كتفرحوني يا اخوتي المشاهدين، وكتزيدوا بيا القدام، وكتعطيوني واحد الفرحه باش كنزيد نصور معكم ونعطيكم المزيد. وبسلام عليكم، الى فيديو قادم ان شاء الله.